كمان في تلاعب بيكون جوه العلاقة نفسها، يعني مثلا زي الصمت العقابي أو اللوف بومبينج اللي هو قصف المشاعر اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. وده بيكون أساسه إن الشخص بيفضل متعلق بنسخة البداية، يعني طول الوقت بيحاول إن هو يبذل كل طاقته وكل مجهوده علشان الشخص ده يرجع لنسخة البداية اللي هو عرفه بيها. تالت حاجة وهو التعلق العاطفي أو التعلق المرضي. والتعلق العاطفي أو المرضي بيكون هدفه إن الشخص أو الطرف التاني يكون مرتبط بالطرف الأول بشكل مرضي، يعني حياته كلها بتدور حواليه، يعني هو يكون أساسها وكل التفاصيل وكل الحاجات الحلوة تكون مرتبطة بشخص واحد بس. المشكلة إن كل ما التعلق المرضي ما بيزيد، كل ما بنبتدي إن احنا ندخل بسرعة على المرحلة اللي بعدها، وهي العزل عن الآخرين. يعني الشخص ده بيحاول إن هو يبعدك بكل طاقته عن الناس اللي حواليك. يعني تبتدي مثلا ان انت تسمع منه كل حاجة، اهلك كل واحد مشغول بحياته، انت عايزة تروحي لهم ليه، انت عايزة تقابلي اصحابك ليه، كل ما تقابلي البنت دي تصرفاتك واسلوبك بيتغير. انا ما بحبش الشخص ده اسلوبه مش عاجبني، مش مناسب ليا. ومع الوقت بتحس ان انت لوحدك، ان كل الناس اللي انت بتحبهم او اساس علاقاتك مش موجودين حواليك، وان حياتك كلها بتدور حوالين شخص واحد، وهو الشخص المؤذي او الشخص المتلاعب اللي بيحاول طول الوقت ان هو يسيطر عليك ويسيطر على حياتك. التلاعب ليه أكتر من شكل وليه أكتر من أسلوب وليه أكتر من هدف. التلاعب ممكن يكون بقصد أو من غير قصد، ممكن إن هو يكون مباشر وممكن يكون بشكل مش مباشر. لو حسيت إن أنت جزء من تلاعب، أو حسيت إن في شخص معين موجود في حياتك، شخص مؤثر، وحاسس إن هو ممكن إن هو يكون بيتلاعب بيك، أو حسيت إن أنت مش واثق أو مش متأكد، أو حابب إن أنت تعرف معلومات أكتر عن إزاي إن أنت تقدر تتعامل مع الشخص المتلاعب، ما تنساش تتفرج على الفيديوهات الجاية عن الحل وإن أنت إزاي تقدر تتعامل معاه. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهم وافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.